انا مش فاهم انتوا ليه من تركي آل الشيخ زعلانين؟ اما انكم فعلا شعوب عاطفيه، حاجه عجيبه وتخلينا في المهلبيه. هو الراجل غلط في ايه؟ الراجل كل ما في الموضوع عمل فيديو يدعم اخواته الغلابه بتوع ماكدونالدز. انتوا فاكرين ان الناس دي بتكسب؟ الناس دي ما بتكسبش، لان في الاول وفي الاخر تلات ارباع مكسبهم غصب عنهم بيروح للفلوس اللي بتدعم الجيش بتاع الكيان. الغلابه اللي هناك اللي بيقتلوا الفلسطينيين يعملوا ايه؟ يجيبوا منين؟ ده انت عارفين القنبله بكام مليون؟ حاجه عجيبه والله. امال لما انتوا مثلا ما تبقوش ليهم داعمين وبفلوسكم تبعتوا لهم السلاح يقتلوا اخواتكم الفلسطينيين، يتصرفوا هم ازاي؟ اما انكم فعلا ناس عاطفيين. ثانيا الراجل بيتعامل از بيزنس. الراجل كان واقف معاه وداعم لمهرجان الرياض. فهمتوا ليه المهرجان ما وقفش؟ عشان في ناس هناك غلابه مستنيين كل يوم نبعت لهم حبه ريالات حبه دولارات يشتروا بيها سلاح، عشان الناس بتوع المقاومه الغشمه دول كل شويه يطلعوا يدافعوا عن نفسيهم. طب يعملوا ايه؟ يا جدعان فوقوا، انتوا زعلانين من ايه وعشان ايه؟ انتوا نسيتوا ان الراجل ده واضح وضوح الشمس، يشوفوا الاعمى قبل البصير. ده مفيش لا عيل صغير ولا عجوز ولا ولي يقدر يقول اللي انت قلته دوا مش قدام كاميرا، قدام المرايه مع نفسه. جبت البجاحه دي كلها منين؟ رايح تعمل دعايه للناس اللي بيقتلوا اخواتك. اتاكل لحم اخيك ميته؟ جاي تعزمهم على واحد شهيد وجنبيه واحد هديه وتقول اصل احنا ده الشريك الاستراتيجي. استراتيجك واسعه وكبيره وحمراء العلامه التجاريه. انا اسف للالفاظ دي، بس والله ما عارف اجمل الكلام اكتر من كده، لان لما شفت الفيديو بتاعه حسيت ان عايز ارجع من قلة الإحساس والإنسانية. آخر الصهاينة مننا مبسوطين، لأن إحنا كل يوم على الله نصحى الصبح لبعضنا نبقى شماتين وشتامين، وفي النهاية نرجع نقول إيه اللي هو عمله. ما اللي عمله ده واضح، ما اللي عمله ده باين. يا جماعة شال برقع الحياة من سنين وقال لك إن لم تستحي فافعل ما شئت. وهو بقى مش استحى، ده استحى وادحى واتبحى وكل اللي انت عايز تقوله انطحى. لكن في النهاية انتوا اللي غلطانين لما وقفتوا مع مهرجان الرياض. واوعوا يا سعوديين ترجعوا تدافعوا عنه وتقولوا يخص عليكم يا مصريين، واوعوا يا مصريين تخسروا اخواتكم السعوديين عشان حته قزعه ملوش اي 60 لازمه جاي يرمي في وشنا اي فيديو ويطلع يجري ويسيبنا ناكل في بعضنا ويقول لك اصل هو بيعمل تطوير في المملكه، لانه فضح نفسه بنفسه. مهما كان مكرهم مكر الله وفوق مكرهم. بصوا فضح نفسه، قال لكم بمنتهى البساطه ماكدونالدز هي الداعم الاستراتيجي لمهرجان الرياض. زعلانين ليه بقى لما كنا بنقول مهرجان الرياض كخه؟ ما فلوسه اهي كل يوم بتتبعت هناك، وانتوا قاعدين تقولوا ربنا ينصر اهلنا هناك. ينصرهم وانتوا بتبعتوا لهم الفلوس؟ يا جدعان اي حد ياكل من ماكدونالدز عشان تبقوا فاهمين. انا بالنسبه لي على الاقل بقوا فكروا انتوا فيها كانه بيقطم كده قطمايه من لحم اخيه ميته، ولما يبلعها ببقه بيبسي شرب من لحم اخيه ميته. اللي قاعد في المطره دلوقتي مرمي الجثث ومش لاقيين يدفنوهم فين. اللي دخلوا على الاطفال اللي نايمين الصغيرين شالوا منهم الاكسجين. جايين انتوا دلوقتي تقولوا اخي تركي آل الشيخ وحش؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ربنا يلطف بيا وبيكم ويحفظنا من شر الفتن والفتانين، ويا رب يجي اليوم اللي نفوق فيه ونبقى بني ادمين واعيين بنفهم المخطط ماشي فين ونبقى ليه واقفين. ربنا مش عايز ادعي عليه ولا على اي حد، لكن اقول ربنا يهديه ويبعده عننا هو واللي زيه. ربنا يصلح حالي وحالكم، وارجوكم بلاش تبقوا منه زعلانين. ازعلوا من نفسكم، انتوا اللي غلطانين، لان انتوا اللي كنتوا ليه داعمين. مش كلنا، لكن في ناس كتير من اجل الفلوس وقفوا في ظهره وكانوا داعمين ونسيوا ان في بني ادمين بره بقى انهم عرب، بره انهم مسلمين، بره انها مقدسات بيتدبحوا ليل نهار. السلام عليكم، مسوا بالعافيه.